من الوقفات مع الإعلاميين الذين صدروا أنفسهم للإعلام. يا أيها الإعلامي، إن القدس إن كانت لك وقفة صحيحة أمامه فهي منجية لك بين يدي الله، وإن كان هناك وقفة إعلامية فيها التخذيل وفيها التثبيط وفيها التسهيل فاعلم أنك قد خذلت مقدسا من مقدسات المسلمين، واعلم أنك مخذول ويخشى عليك العقوبة من الله عز وجل. فهناك من الإعلاميين في ظل الوضع الراهن الحرج على المسجد الأقصى وعلى إخوانه في أرض فلسطين أن يأتي بالتبريرات والعلل، وأن يأتي بالأوهام والأقاويل، وأن يبرر المواقف. والله ليس لهؤلاء عذر أمام الله، ليس لهؤلاء عذر بين يدي الله. ستكتب شهادتهم ويسألون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سيسجل لك الملك ما كتبته يداك وما تلفظ به لسانك وما كتبته في صفحاتك، وستلقى الله عز وجل بها. بل هي وسمة عار عليك، بل هي وسمة سوداء ونكتة سوداء ستبقى في جبينك حتى تلقى الله عز وجل. وهناك من الإعلاميين في ظل وضع المسلمين في أرض فلسطين، وهناك من الإعلاميين في الموقف الذي تكالب فيه الأعداء وجاءوا من كل حدب وصوب من أجل نصرة كفرهم والمناصرة لكفرهم. وهناك من الإعلاميين في ظل هذا الوضع الحرج الذي يتعرض له المسلمون يأتي بالكلمات التي لا توافق دينا ولا توافق عقلا رشيدا ولا توافق مبادئ الإسلام. فهذا مما أوجه لهم به النصيحة، أن يتقوا الله. فالأقصى والمسلمون في أرض فلسطين إنهم المحور الأعظم والمكان الأكبر الذي ينبغي في ظل الوضع هذا أن يسلط الإعلاميون الضوء على مواقف إخوانهم، وأن يقفوا نصرة لله ونصرة لعباد الله، ومحافظة على المقدسات الإسلامية، ومحافظة على أرواح من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويقفوا بجانب إخوانهم الذين دعا الإسلام إلى نصرة إخوانهم. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا.